عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا فايز. عم انت عشان ربنا اداك وهتدوسوا على الناس؟ ايه يا ابني في ايه، هو جه جنبك ولا عشان هو طلع صح المرة دي؟ يا عم بلا صح بلا قرف بقى. يا ابني ما انتوا طول عمركم مع بعض، انا ما اعرفش ليه المرة دي حبيت تجرب حاجة تانية. هو طول الوقت بيقول لك دو تريد دو تريد دو تريد يا ابني، يا ابني هنكسب. انت قلت له لا انا هكسب في حاجة تانية، وقعدت تجرب مع ما اعرفش مين على مين. على رايك دول هلون عمولات يا دوله، ايش عموله سمسره؟ ايش عموله مصاريف اداريه؟ ايش عموله مش عارف ايه؟ بهدلت قوي يا دوله. لا لا لا، مع دو تريد مفيش بهدله، مفيش عموله سمسره، مفيش مصاريف اداريه، حتى عموله الحفظ مفيش. يكونش انا اللي ظالمهم وقله خبرتهم دي هي اللي مخليهم مش عارفين يفيدوا الناس؟ قله خبرتهم مش يا ابني انت بتضيع الحق من ايدينا دي. مباشر مصر دي موجوده من القرن اللي فات، عندهم خبره عظيمه جدا في البورصه. الويب سايت بتاعهم بيخدم اكتر من 2.5 مليون بني ادم في الشهر الواحد في البورصه، وموجودين في 82 سوق في العالم. مباشر مصر انا عارفهم. مباشر مصر انا كنت بستخدمه وانا مع اللي ما يتسموش، وبعدين ده كانوا بياخدوا معلومات من نفس الابلكيشن بتاع مباشر مصر، بس ده ايه علاقته بتو تريد؟ انت متاكد انك عارف مباشر مصر؟ بقول لك عن ظهر قلب يا راجل ده انت ما شفتش القعده حتى. علاقه ايه يا ابني؟ ما هو دو تريد خدمه من خدمات مباشر مصر، يعني شغل المعلم لبنى. عشان كده ده انا سمعت ان الشاشات عندهم باسعار رمزيه جدا. انت طيب قوي يا كاظم، الشاشات عندهم مجانا لاخر السنه. يا حس السودا هنا يما. تخيل بقى ان كل ميزانيات الشركات اللي في البورصه عندهم من 20 سنه، يعني تقدر تحلل وتاخد قرار براحتك. خساره، يا ريتني سمعت الكلام ده من الاول، بس خلاص. خلاص ايه، نحاسب ونمشي؟ لا خلاص راحت. لا ولا راحت ولا حاجه يا معلم، لسه عندك وقت. وقت ايه؟ ده انا مستنيك عشان تحسب لي على الشاي، وبعدين ابلكيشن بالامكانيات دي وبيخدم عليه ويب سايت بالشكل ده، انت عايز يعني ده يبقى مجانا؟ لا لا ازاي يعني؟ ازاي استحاله. لا ولا استحاله ولا حاجه، عادي جدا. دول عاملين حوافز كمان، عاملين حاجه اسمها ضاعف مكسبك وقلل خسارتك. يعني لا قدر الله لو خسرت فلوسك بترجع لك تاني، فرجت والحمد لله وكسبت يجي لك فلوسك وعليها المكسب كمان. يا عم انا بقول لك اللي معايا ايا كان اللي معاك تقدر تخلي الابلكيشن يحط لك فلوسك في اكتر من مكان. دي بقى استحاله تلاقيها في اي ابلكيشن تاني في مصر. يا سلام. لو مش مصدقني وعايز تتاكد براحتك، كول سنتر بتاعهم شغال 24 ساعه. 24 ساعه؟ انت عارف يا دول ان انا لما كنت بحب اخد استشاره ولا قرار كنت بتعذب قوي. لا يا معلم انسى العذاب ده بقى، هم دلوقتي عملوا حاجه حلوه قوي، متاحين تقدر تتواصل معاهم 24 ساعه زي ما قلت لك، وكمان يبعتوا لك رساله على الابلكيشن اللي انت عايزه، ويبعتوا لك حاجه كده اسمها كبسوله دو تريد، دي مليانه معلومات ونصايح عن ان السهم الفلاني لو سعره زاد بيع واشتري، معلومات اقتصاديه. طب ده عنب قوي. لا وخد حاجه تانية بقى، انت لو مثلا في شغل او في اجتماع او قاعد على القهوه ومش فاضي تاخد قرار، تقدر تثبت سعر السهم، لو جاب كذا بيع او اشتري بشكل تلقائي وانت قاعد حاطط رجل على رجل باشا في نفسك كده يعني. بمناسبه التناكه بقى، عملوا لك الالوان اللي انت بتحبها في الابلكيشن. ها استني ايه؟ اول ما اصحى من النوم اول ميكروباص وعليهم على طول. على مين؟ على دو تريد. يا ابني ده تطبيق تقدر تنزله في 30 ثانيه وتصور بطاقتك وتصور نفسك وتحول الفلوس في 30 ثانيه بتلزق. ها خلاص سيبنا ندرس الموضوع، هبقى اشوف. تدرس وتشوف. خليك انت بقى مع الابلكيشنز اللي بيخسرك. انت رايح فين انت راخ؟ همشي. تمشي؟ همشي. ايه ده؟ هي دي عربيتك؟ هي جبتها امبارح. عقبالك بقى. امال فاكر يعني انا عرفت معلومات عن تو تريد ازاي؟ بنجم مثلا. خليك انت بقى اشرب شاي على قديمه. السلامه كاظم. انتوا هتسيبوني تمشوا كلكم؟ يا دوله يا دوله يا دوله.